من بعد ما ارتاحت ليا العجين ديالي في الثلاجه كنفرش بلاستيك فوق سطح العمل، وكنجيب العجين ديالي كنقسمها على نصفين، النصف كنخدم به والنصف الاخر كندخلو للثلاجه. صافي كنبدا نسرح بالمدلك بهذه الطريقه هذه. وهنايا كيف ما كتلاحظوا اخواتي العجين السمك ديالو خليته شويه غليظ، لاننا ما غنلصقوش الحبات مع بعض. هاد الحلوه هذه ضروري ديروا شويه السمك غليظ، ماشي عاوتاني غليظ بزاف ماشي رقيق بزاف. كيف ما لاحظتوا غنخدم بهذه الشبيكه هذه، هذه الشبيكه اللي معروفه اللي كتباع عند مالين 5 دراهم، عندها بزاف الاستعمالات وكتعوض لنا داك السيليباك اللي خاص بالصابلي، ولكن شويه غالي في الثمن ديالو لبعض المرات ما كنلقاوهاش. ممكن تخدموا بهذه الشبيكه هذه، راه كدير نفس الخدمه ديالو ورخيصه، فيما مشيتي غتلقاها. كما لاحظتوا معايا كنخلي العجين كنسرحو شويه غليظ، من بعد كنفرش عليها هاد الشبيكه وكنضغط عليها كنبدا نضغط عليها بالمدلك حتى كيترسم ليا ديك الزواقه في العجين، وكيبانوا ليا دوك التقيبات ديال الشبكه داخله فيهم هكا باش كيترسم ليا فيه مزيان وكيترسوا فيه دوك المربعات. كنجيبوا القطعه باش كنقطعوا، ممكن تستعملوا اللي بغيتو دائريه مربعه. كنبدا نقطع في العجين ديالي بهذا الشكل غير بشويه. من بعد ما قطعت الصبلي ديالي كنحيد دوك الزوائد كنجمعهم وكنعاود نسرحهم. صافي وكنهز الصبلي ديالي باستعانه بواحد السكين كيعاونني كيتهز بكل سهوله. وصافي وكنبدا نسد في لاطه مفرشه فيها ورق الزبده، وهنا راه سخنت الفرن ديالي مزيان.